الفيلم بيبتدي في نص كارثة الزومبي، الدنيا كلها بايظة والفوضى في كل حتة وقوات الدولة بتحاول تسيطر على الوضع. المشهد اللي بعد كده بيظهر فيه اتنين متجوزين في نص الصحراء بيخططوا يقابلوا صحابهم في مطار بعيد علشان يهربوا من البلد. البنت مولي بتطلب من صاحبها نيك يوقف العربية لأنها حاسة إنها دايخة. نيك بيوقف العربية وهو متضايق. مولي بتجري تنزل من العربية وهي راجعة بيكتشفوا مشكلة، العربية غرزت في الرمل ومش قادرة تتحرك. بيبدأوا يفقدوا الأمل، بيقرروا ينزلوا يدوروا على حد يساعدهم. نيك بياخد موبايله وبيمشي لحد نص الطريق علشان يحاول يلقط شبكة. لحسن الحظ قدر يلقط شوية شبكة وكلم صاحبه، لكن الإشارة بتقطع بسرعة والمكالمة بتتقفل فجأة. بينصدموا هما الاتنين لما شافوا زومبي في نص الطريق بيقرب منهم ببطء. نيك بيترعب وبيجري على العربية ويفتح شنطة وبياخد مسدس علشان يحميهم. بيوجه المسدس للزومبي وبيحاول يضربه كذا طلقة، وأخيرا بيصيب جسم الزومبي وبيقع على الأرض. الاتنين بيصرخوا من الفرحة وبيحضنوا بعض، لكن مرة واحدة الزومبي بيفاجئهم وبيتحرك تاني. بيقرب منهم ونيك بيضربه طلقة في دماغه، لكن للأسف مش بيموت. الرصاص بيخلص منهم والزومبي بيقرب أكتر. بيروحوا بسرعة على العربية وبيحاولوا يتحركوا بيها، لكن لسه غارزة في الرمل. لحسن الحظ الزومبي مش قوي كفاية إنه يكسر الإزاز. نيك بيعرف مولي إنهم هيستنوا هنا لحد ما يزهق ويمشي، لكن الشمس كانت بتغيب والزومبي لسه واقف قدامهم وهم بيتخانقوا. بياخدوا بالهم ان الزومبي اختفى فجأة. علشان يتأكدوا انه مشي، مولي بتطلع كشافها وبتشوف المكان، لكن مفيش حد. نيك بيقول انه لازم يرجع ياخد موبايله اللي وقع منه قبل كده على الطريق، وهم واثقين ان الخطة هتنجح. بينزلوا هما الاتنين يدوروا على الموبايل. لحسن حظهم مولي بتلاقيه بسهولة، لكن بتتفاجئ ان الزومبي رجع وهاجم على نيك. نيك بيصرخ بصوت عالي والزومبي بيعضه في رقبته، والنيك بيموت بعدها على طول. الزومبي بدأ ياكل جسمه، ومولي بتصدم من اللي شافته وبتاخد شنطتها وبتجهز نفسها للهروب، خصوصا لما الزومبي بيقرب من العربية. بتفتح الباب وبتجري تنقذ حياتها، وما كانش قدامها اي خيار. بتقف بعد شوية وبتعيط بحزن على موت نيك. بالنهار والموبايل بتاع نيك لقط شبكة. مولي بتتصل باصحابها وبتترجاهم ما يسيبوهاش لوحدها، لكن كانوا متضايقين وما وعدوهاش انهم هيستنوها في المطار. رغم كده بتفضل مولي هادية وبتقرر تمشي لحد المطار مع انه بعيد جدا. الشمس بتغرب وهي لسه ماشية في الصحراء، عندها امل انها توصل المطار في الوقت المناسب. ولما كانت بتريح فجأة الزومبي بيهاجم مولي من ورا وبيخليها تقع على الارض. مولي بتخنقه وبتضربه بالقلم وبعدها بتجري تهرب. بتتسلق تلة صغيرة علشان تحافظ على نفسها بعيد عنه. بعد ليلة مرعبة مولي بتصحى تاني الصبح وبتلاقي الزومبي لسه وراها. علشان تشتت انتباهه بتاخد قطنة وبتغطيها بدمها وبتحدفها بعيد. الزومبي بيشم ريحة الدم وبيجري عليها فورا، وده بيدي فرصة لمولي انها تهرب من الاتجاه التاني. بس الزومبي بيرجع يلحقها تاني. لحسن الحظ مولي اسرع منه وقدرت تهرب شوية. مولي كانت واثقة انها هتكون بامان لان الزومبي بطيء، واليوم بيعدي وهي ماشية ناحية المطار والزومبي لسه وراها. في نص الطريق بتلاقي كوخ في الصحراء، فبتدخل جواه وبتستخبى فيه شوية. بعد ما بتنام هناك بتصحى تلاقي الزومبي ريحته طالعة وموجود تاني، فبتستخبى في بانيو على امل انه ما يكشفش مكانها. وهي بتحاول تفضل ساكتة بتحس بعقرب بيزحف على جسمها وبيوصل لحد وشها وبيخليها تتوتر جدا. مولي بتقدر تبعده وبتقتله من غير تفكير. بترجع تتحرك تاني ولسه الزومبي ماشي وراها. بتغرب الشمس وبيجي وقت الراحة من تاني، فبتتسلق تلة تاني علشان الزومبي ما يوصلش ليها. وهي قاعدة بتفتكر ذكرياتها، ولما بيجي الصبح بتسمع خبر حلو. صاحبتها بتقول لها انهم واجهوا مشكلة في العربية ومش هيقدروا يوصلوا غير بعد يوم. مولي بتفرح لانها حست انها لسه عندها فرصة توصل للمطار في ميعادها، بس للاسف التعب بدأ يظهر عليها ومفيش نقطة مية معاها. شكلها كده بدأت توصل لاخرها. رغم كده مولي مصممة تكمل يوم كمان وما تستسلمش مهما حصل، كل ده علشان تفضل عايشة. مولي بتبتسم شوية وهي شايفة من بعيد علامات على وجود حضارة، بس فرحتها ما كملتش. عاصفة رملية بتضرب الصحراء فجأة. بتجري بسرعة في الاتجاه المعاكس على امل الرمل ما يوصلهاش، بس ما كانش فيه فايدة. العاصفة كانت قوية جدا ومولي بتقع على الارض وهي محبوسة في نص العاصفة. الزومبي بيظهر من العدم وبيحاول يهاجمها في الضباب والرؤية الضعيفة. مولي بتحاول تبعد عنه بصعوبة، لكن رغم كل ده بتنجح انها تهرب وبتنجو من العاصفة. بعدها بتصحى وجسمها كله متغطي بالرمل. لحسن الحظ بتشوف عربية ماشية في نص الطريق، والناس غرباء بيوقفوا العربية وبيسألوها لو كانت كويسة. مولي بتنهار من البكاء لانها مش مصدقة ان في حد جاي يساعدها اخيرا. واحد من المجموعة دي اسمه تيد بيديها مية بتشربها مولي في ثانية من غير تفكير. الناس الطيبين دول بيساعدوها تقف على رجليها وبيمشوا بيها ناحية عربيتهم. وهي قاعدة جوه العربية مولي بتفتكر فجأة انها سابت شنطتها في الصحراء، واول ما قررت انها تروح تجيبها الغرباء الطيبين قالوا لها ترتاح وهم هيجيبوها. وفعلا سابوها وراحوا يدوروا على الشنطة. ولما مولي كانت لوحدها جوه العربية شافت صورة عيلة محطوطة قدامها. حست بحاجة غلط وبدأت تشك، وبعدها لمحت لبس مساجين مرمي على الكرسي اللي ورا. وهنا بدأت تفهم ان الناس دول
دول مش اصحاب العربيه ومش طيبين. ولما رجعوا سالوها عن المطار، مولي اعترفت ان اصحابها ممكن يكونوا مشيوا خلاص ومفيش حد مستنيها هناك، بس تيد اصر وقال انه لازم يشوف لو في طيارات تانية، وكمان قال انه بيعرف يطير بطياره. بس بعد اللي شافته مولي بدات تقلق وحست انهم خطر. شكرتهم على المساعده وقالت انها لازم تكمل لوحدها. تيد عرفها انه مش هيقدر يسيبها في الصحراء، الدنيا خطيره، لكنها صممت وقالت انها هتكون بخير. واول ما حاولت تفتح باب العربيه علشان تنزل اكتشفت انه مقفول، وفجاه جال غريب من ورا وغطى راسها بكيس بلاستيك ومنعها تتنفس كويس. وبكل قسوه تيد جرها بره العربيه وهددها انه هيقطع جلدها بالسكينه لو ما قالتش مكان المطار. مولي قالت لهم على مكانه، وفي وسط كل اللي بيحصل الزومبي ظهر من العدم كانه GPS متبرمج على مكانها، وبدون مقدمات هاجم على تيد وعضه من رقبته. وهو بياكله الغريب التاني بيجري بسرعه يركب العربيه وهرب بحياته. مولي كانت مرميه في نص الطريق تعبانه والدموع ماليه وشها، بس لحسن حظها الراجل التاني نسي شويه امدادات قدرت تستفيد منها. وبعد شويه وهي بتحاول تلم نفسها من الصدمه شافت الزومبي راجع يطاردها من تاني، لكن المره دي مولي ما خافتش، قامت وبدات تمشي ناحيه المطار من تاني. بس على عكس المرات اللي فاتت حست انها مش لوحدها وبدات تتكلم مع الزومبي، تحكي له على اللي مرت بيه وبتساله ليه الحاجات الوحشه بتحصل للناس الكويسه. في لحظه غريبه الزومبي بقى شبه صديقها، وهي ماشيه شافت اطار مرمي على الارض، جابته وربطته في الزومبي ورمت عليه شنطتها وسابت الزومبي يشيل الحمل بدلها، دربته يبقى زومبي مطيع. دلوقتي مولي تقدر تمشي خفيفه ومرتاحه. طول الطريق مولي فضلت تفضفض للزومبي عن مشاكل عيلتها، حكت له قد ايه هي بتحب اخواتها لكن كانت دايما حاسه انها اقل منهم. قالت ان اخوها هو اب احسن لابنها من اللي هي كانت عليه. واخيرا مولي قررت تسيطر تماما على الزومبي، ربطته في صخره كبيره وبصت على تليفونها ولقت نفسها على بعد اقل من 2 ميل من المطار، كانت قريبه جدا. قبل ما بتمشي وقفت قدام الزومبي وبتودعه وقالت له انه هيكون بخير مهما حصل. لكن اول ما بعدت شويه ما قدرتش، قلبها وجعها ورجعت وحررته لانها مش قادره تسيبه زي ما سابت ابنها قبل كده. الزومبي قرب منها وهي حست بالخطر، لكن صرخت فيه بكل قوتها علشان تخوفه. وفعلا الزومبي وقف مكانه وما هاجمش عليها كانه فاهمها. في اللحظه دي بدات تبني علاقه غريبه معاه، بقت مش لوحدها في الصحراء. ولما جه الليل قعدت تحكي له عن ابنها الجميل وفضلت تعيط وهي بتفتكر ذكرياتها معاه. في اليوم التاني بالنهار مولي كانت مبتسمه لانها اخيرا وصلت للطريق وشافت المطار قدامها. وفجاه من غير سابق انذار عربيات عسكريه ظهرت من بعيد. مولي قلبها وقع وجريت بسرعه علشان تخبي الزومبي، كانت خايفه الجيش يقتله من غير ما يفهموا هو ايه ولا بيعمل ايه. خبت نفسها والزومبي على جنب الطريق، بس واحدة من الشاحنات وقفت وبدأت تدور حواليهم. مولي قالت للزومبي خليك هادي وما تعملش صوت، حاولت تشتت انتباه العساكر. قربت منهم وقالت بكل هدوء كل حاجة تمام ومفيش حاجة تقلق. الجنود حاسين ان في حاجة مش مظبوطة لكن عرضوا يساعدوها وياخدوها معاهم. مولي رفضت تماما وقالت انها عاوزة تكمل لوحدها، لكن وهي فاكرة ان كل حاجة تحت السيطرة الزومبي ظهر فجأة. ومولي وقفت قدامه بسرعة واستخدمت جسمها كدرع علشان تحميه، فضلت تطمن العساكر انه مش خطر ومش هيأذي حد. العساكر اتلخبطوا بس سابوها ومشيوا. وللاسف واحد من الجنود وهو راجع للعربيه رجع وضرب الزومبي طلقه في رجله. الزومبي وقع ومولي جريت عليه بسرعه تشوفه، لكن وهي بتطمن عليه الزومبي عض صابعها ومولي اتصدمت. وبعدها انفجرت فيه من الغضب وهي مرعوبه انها تكون اتعدت. على طول حطت كحول على صابعها بس شافت شكله بيتغير، ومن غير تفكير مسكت صخره كبيره وفضلت تضرب صابعها بكل قوتها علشان توقف العدوى. صرخت من الألم بس ما كانش عندها خيار تاني. رجعت تبص للزومبي وهي بتلومه انه هو السبب، لكن ساعتها شافت انه مش قادر يتحرك، مصاب جامد ومش قادر يمشي. ما كانش قدامها حل، شالت الزومبي بتاعها رغم انه كان تقيل وفضلت تسحب فيه وهي ماشيه. واخيرا وصلت مولي للمطار بس كانت حزينه. الزومبي العزيز اللي رافقها طول الطريق بقى شبه الميت ومش بيتحرك. قربت منه وشجعته انه يقوم يمشي معاها شويه كمان لكن ما قدرش. ولما كانت بتبص عليه شافت علامه سمكه على البدله بتاعته وفتحتها واكتشفت انه كان راجل متجوز قبل ما يتحول. حست ان الوقت جه وانها لازم تنهي معاناته. مسكت حجر كبير وضربت بيه دماغ الزومبي لحد ما مات، قتلته برحمه. بعدها وصلت اخيرا للمطار بس قبل ما تدخل سمعت صوت ضرب نار قريب. استخبت تحت عربيه وقلقها كان بيزيد، بس فجاه شافت صاحبتها. اتصدمت لما عرفت ان صاحبتها ما سابتهاش ولسه بتحاول تنقذها، وده معناه ان في امل للهروب. صاحبتها سالتها عن نيك ومولي سكتت، وسكوتها كان معناه انه مات.
دخلوا سوا المطار وصاحبتها فضلت تحكي لها عن اللي حصل، وقالت انهم حبسوا زمايلهم المصابين في اوضه لوحدهم، وفي وسط الكلام شافوا الطياره شغاله وجاهزه. لكن الغريب ان مولي ما قدرتش تهرب معاهم، وراحت على المكتب تحاول تكلم اهلها لكن ما قدرتش توصل لحد. افتكرت ابنها ودموعها نزلت، جريت تتصل تاني واخيرا التليفون رن وقدرت تكلمه، وعدته انها تجيله باسرع ما يمكن. خرجت علشان تاخد العربيه لكن ما كانش فيها مفاتيح، فكرت ان ممكن المفاتيح تكون مع الناس المحبوسين في الاوضه. اقتحمت الاوضه علشان تدور لكن فجاه زومبي هاجم عليها. مولي فضلت تضربه في دماغه بالسلاح لحد ما وقعته، بس لسه ما كانش معاها المفتاح. بعدها طلع زومبي تاني، خافت وقعت على الارض لكن لقت سلاح استخدمته وحفرت دماغ الزومبي لحد ما قتلته، واخيرا لقت المفاتيح في جيب الزومبي. ركبت العربيه وطلعت على الطريق وفي قلبها امل انها تشوف ابنها تاني، وهي سايقه كانت مبتسمه لكن الطريق كان مليان جثث وحاجات مكسره. ومع كده شافت بيت ابنها قدامها، دخلت جوه لقت عيلتها كلها مصابه بس ما فقدتش الامل. طلعت الدور اللي فوق تدور عليه في اوضته، ما كانش موجود. عيطت لما شافت لعبته المفضله، بس فجاه سمعت صوت بره. بصت لقت ابنها مستخبي في خيمه صغيره، جريت عليه وحضنته ووعدته مش هتسيبه تاني ومش هتهرب من اي حاجه بعد كده. وفي اللحظه دي جيش من الزومبي هاجم على البيت، وفي اخر مشهد مولي بتتعلم ازاي تحارب علشان ابنها وتدافع عن اللي بتحبهم. وبس كده. لو عجبك الفيلم اتاكد تضغط على الاعجاب وتشترك بالقناه وتفعل الزرار بتاع الجرس. سلام.